السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة وصفات وأفكار بشرى. اليوم مع فيديو جديد ووصفة جديدة، نتمنى إن شاء الله تنال الإعجاب ديالكم. كيف ما كتشوفوا معنا الدجاج محمر بطريقة زوينة وبسيطة، كيجي مدغمر وكيجي محمر وكيجي زوين. فما نطولوش الفيديو، ندوزو المقادير والطريقة ديال التحضير. بالنسبه للطريقه ديال التحضير والمقادير غادي نديروهم في نفس الوقت باش ما يجيش الفيديو طويل. انا عندي هنا كلشي غادي نديرو في الهاجوار باش نطحن كلشي، ولا الماكينه ولا اي حاجه، المهم باش تخلطوا كلشي يجي داكشي متجانس. انا هنا عندي قزبر ومعدنوس ديجا دايرهم في الفريغو، يعني طاحناهم قبل. عندك كديري ربطه مخلطه ما بين قزبر ومعدنوس، وهنا درت المصير كنحيد ليه دوك سميتو العظومه اللي كيكونوا فيه، وكنحيد غير اللب ديالو. بالنسبه للقشره كنخليها هنا تقريبا عندي شي 10 ديال الفصوص ديال الثوم. المهم انا خديت كركوبه كامله حيدتها تكون فيها شي 10 الفصوص. عندي هنا معلقه كبيره ديال الكركم، خرقوم، معلقه صغيره ديال الابزار، ما نكثروش الابزار بطبيعه الحال. عندي معلقه كبيره ديال السكينجبير. انا هنا كنعبر بالصغيره، داكشي علاش كيبان لكم كندير جوج، ولكن هي راه معلقه كبيره. عندي هنا السمن. بالنسبه للسمن انا غادي ندير غير شويه، حيت عندي هاد السمن قديم بزاف وحار شويه، داكشي علاش غادي نستعمل منه غير شويه. الا عندكم السمن عادي حاولوا انكم ديروا معلقه صغيره تكون عامره كامله. صافي غادي نزيد الملح وغادي نزيد الضامه ديال الزعفران. بالنسبه للناس اللي غادي يكون عندهم زعفران متوفر، فمن الاحسن ديروا واحد الكويس ديال الماء وتحليو فيه داك الزعفران تيتنقع فيه وتيطلق، بلا ما ديروا هاد الضامه. انا ما توفرش عندي صراحه الزعفران، فغادي ندير هاد الضامه، ومن بعد غادي نزيد الماء باش غادي يتجانسوا ليا هاد المكونات هادو اللي غنطحن فيهم. انا غادي ندير هنا الضامه. راه تقريبا دابا ولا كلشي كيستعمل تبارك الله. الا كان عندك شي مره فاش ديريها ماشي مشكل، دابا ولاو كاع الناس كيستعملوها، تتعطي حتى هي ديك الصفوريه وكيجي كتجي المرقه صفرا وكتجي زوينه. صافي غادي نحيدهم كيف ما ذكرت معكم. انا غادي ندير غير جوج، وحده غادي نخليها حتى كنبغي نطيب. هنا صراحه كندير الهريسه في هذه المرحله، ولكن ما توفرتش عندي الهريسه. درت شويه ديال الحار، غير انا كيعجبني الحار في الماكله، داكشي علاش درت واحد شويه ديال الحار. صافي غادي نطحن الكل، وغادي نزيد تقريبا نص كاس ديال الماء. نص كاس ديال الماء وغادي نطحن باش ندخل ديك العطريه في الدجاج ان شاء الله. صافي غادي نطحن الكل حتى كطحن ليا الشرموله كيف ما شفتوا معايا على هذا الشكل هذا، حتى كطحن وكيدخل فيها داك القوا مع بعضياتهم، زعما كيتخلطوا مع بعضياتهم. صافي غادي دابا ندخلها في الدجاج غسلته قبل بليله، خليته كيتسقطر على راحته. وبالنسبه للشرموله حاولوا انكم تشرموه الا كنتو غديروه للغدا في الليل، شرمليه وخليه غدا غير فيقي، ديري ليه البصيله ديالو وبداي طيبي. الا كنتي بيتي للعشاء في الصباح قبل ما تبداي الشقايط ديالك وداكشي، حيدي عليك هو الاول، دخليه للثلاجه شرمليه مزيان. دخلي العطريه في كاع الجوانب كامله وشرمليه وخليه حتى الليل الا كنتي غديريه للعشاء، باش كتدخل فيه العطريه على خاطرو. صراحه انا كنت غادي نديرو للغدا ودرتو دابا راه العشيه، مازال ماشي الليل، غير العشيه تكون تقريبا شي 7 العشيه فاش بديت كنشرملو، وخليته العشيه كامله وخليته الليله كامله حتى الغد ليه عاد بديت كنطيبو. جا التشرميله ديالته جات زوينه بزاف ما شاء الله، جات غزاله وجا شارب العطريه بزاف. المهم هنا من بعد ما كتدخلوا العطريه كتشوفوا هذاك الصدر اللي كيكون شويه باش كيجي رطيب، فاش كيطيب كتكون داخله العطريه. تنحاول نتقبوه بحال هكا وكتدخلي فيه العطريه هكا بصبعك، حاولي انك تقبي ودغيا كيطيب حتى في الطياب كتدخل فيه زعما ديك المريقه ما تيجيش ناشف بزاف. هنا فاش كنكونوا نغسلوا الدجاج ما كنقطعوش هذيك الجليده، كنخليها انا باش كنحاول نخشي فيها الرجيلات بحال هكا، وكيبقات ليا الدجاجه كتبقى ليا هكا مجموعه. كتخالفي الدجاجه، يعني كتخالفي الرجيلات ماشي الدجاجه، كتخالفي الرجلين ديال الدجاجه باش كتبقى لك الدجاجه بحال هكا مجموعه. انا راه ما درت ليهم لا خيط لا حتى شي حاجه. اللي ما اللي زعما ما بقات ليش ديك الجليده يقدر يعقد الرجيلات بالخيط. المهم صافي حتى كنكمل الكميه كامله كيف ما ذكرت معكم. كنحاول انني ندخل فيها العطريه مزيان من اي بلاصه. دخلي العطريه مزيان، هو شوفي كل ما تشرب العطريه وكل ما دخلتي فيه العطريه كل ما كيجي الدجاج كيجي زوين وكيجي بنين. صافي غادي نكمل وغادي نحاول انني نغطيه بشي حاجه، حيت انا قلت لكم غادي نخلي الليله كامله هي بشي حاجه باش ما يشمش ليا في الثلاجه. ما تكونش شي حاجه اللي كتطلق الريحه ولا شي حاجه. كنغطيه مزيان هكا، ديري سلوفان ولا ديري ميكات. انا شديت جوج ميكات قسمتهم وغطيتهم مزيان وخليته في الثلاجه. صافي غادي نخليه
دابا صافي راه سالينا حتى الغد لالي، ولا شوفي انت امتى بغيتي طيبي. ملي كيوصل النهار اللي غادي طيبي فيه ولا العشيه ولا كيف ما ذكرت معاك، المهم خليه يتشرمل على الاقل الا كنتي زربانه واحد ساعتين. انا كيف ما ذكرت معاكم خليته الليله كامله هنا من الصباح. فاش بغيت نطيبو عاود صورت معاكم. درت هنا واحد جوج بصيلات شلطتهم حتى لاخر نقطه، مشلضين ماشي محكوكين، مشلضين. وكنحط الدجاج على هاد الطريقه على الصدر ديالو، لان الصدر هو اللي كيشد لينا الطياب بزاف. وهنا عندي دجاج صغير صراحه. التحمار دائما كيبغي خدي بقيت تاخدي الدجاج يكون صغير. انا هنا ما عنديش فيه 2 كيلو 800 كيلو 700 في كل دجاجه، وحده فيها كيلو 600 تقريبا. صافي هنا من بعد كندير الماء حتى كيتغطى ليا الصدر وتيوصل للفخذ، يعني ماشي حتى كيتغطى الدجاج، غير تيوصل للفخذ بحال هكا صافي. وبالخصوص انا عندي دجاج صغير يعني ما تيشدش طياب بزاف. وغادي نديرو على النار. وهنا في هذه المرحله هذه راه درت الزيت غير ما ذكرتهاش. أه ف ما ماشي ما ذكرتهاش، عفوا سمحوا لي. ما وريتهاش لكم في التصوير. هنا الكاميله ما تتغطيوهاش كامله، كتغطيو غير شويه باش ما كيطرطقش الدجاج، ومره مره كنبقاو نتقبوا فيه صافي حتى كيطيب الدجاج. هنا من بعد ما طاب ليا الدجاج كنحاول نهزو غير بهذه الطريقه هذه. راه كتجي ساهله بالنسبه للمبتدئات وما كيتهرز ما والو، كتهزيه بالتبسيط كيبقى كيف ما هو. هاد الطريقه هذه كتجي ساهله صافي. من بعد ما كتهزيو كيف ما ذكرت معاكم، تقبوا الدجاج مره مره في الطياب، لان راه ما صورتش المراحل كامله، ولكن تقبوه. والغطايه ديال الكاميرا تبقى منفسه شويه باش ما كيطرطقش الدجاج. ومره مره شدي واحد السفيفيد وبقاي كتقبي في الدجاجه، هي باش كيدخلها شويه الطياب وكيخرج داك الماء اللي كيكون لداخل وصافي. هذا ما كان. صافي هنا غادي نزيد دوك القشيوشات ديال الدجاج. انا بالنسبه لهنا درت غير الكانصه وهذا والعناق. وعاد زدت الكبده لانني سلقتها. وكنزيد تقريبا واحد 2 كيلو ديال البصله اللي شلطتهم حتى هما مزيان صافي. وكنخليو الكاميله على نار متوسطه، ما تكونش خفيفه بزاف، لان انا هنا باقي عندي المرقه صراحه. خليتها غير على نار متوسطه بقات كطيب ليا. وزدت عليها كيف ما ذكرت معكم هاد الكبده راني سلقتها، هي باش ما تطلقش ليا ديك الريحه ديال الزفوريه ديالها. وصافي صافي كنخليوها حتى كتدغمر. الدغميره كنخليوها على جنب وكنمشيو لداك الدجاج. بالنسبه لهاد الخلطه هذه درت فيها السمن، ودرت فيها الزبده، ودرت فيها الهريسه، ودرت فيها شويه ديال البابريكا. كتعطي واحد اللون رائع ما شاء الله، كتعطي واحد اللون زوين بزاف. ودرتو غير في الفران ديال الضوء على 300. يعني الاقصى الماكسيموم عندي انا هي 300 درجه ديال الحراره من الفوق ومن التحت. كيتحمر واحد التحمار دابا تشوفوه كيفاش كيجي بلا فلتر بلا حتى شي حاجه، يعني اللون طبيعي من الكاميرا غير مع بالخصوص ان جا مقابل مع الضوء عطى واحد المنظر غزال ما شاء الله. وحتى كيشهيك تاكليه صراحه الله، جا اللون ديالو زوين بديك الخلطه. صافي هنا من بعد كنخليها مازال تدغمر. من ملي كيتدغمر ليا شوفوا الدجاج كيفاش جا التحمار ديالو جا زوين بزاف احسن من القلي في الزيت والله. كيجي رائع بديك الخلطه. صافي كنحاول انني نحط الدغميره في الجنيب، انا ما حطيتهاش فوق. المهم بالنسبه للديكور ولا كيف ما كنديروا التزيين ديال الطبق على حساب كل وحده وكيفاش كتبغي المنظر ديالها يكون في الطبق، ولا كيفاش تحط الدجاج. ولا انا حطيتهم بهذا الشكل هذا. درت الدغميره غير في الجناب، زوقت بداك الحامض اللي بقى ليا ديك القشره ديالو ما رميتهاش، وزدت زويتينات مسلوقين من الفوق. صافي هذا هو الشكل النهائي ديال الطبق ديالنا. نتمنى ان شاء الله يكون نال الاعجاب ديالكم. اذا جربتوه ما تنساوش تخليو لايك، وما تنساوش تبارطاجيو الوصفه مع اصحابكم وحبابكم، وما تنساوش تخليو واحد التعليق زوين. مع السلامه الى وصفه قادمه وفيديو قادم ان شاء الله. مع السلامه.